السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو شرفنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اليوم السبت التتش الأخير على خطة فريقي لمواجهة صن داونز المقرر لها في 13 غدا الأحد. غدا الأحد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب الدوري نصف النهائي للدوري الأفريقي. تأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية نسختها الأولى داخل القارة الأفريقية بعد تخطي سيمبا التنزاني، وفي ربع نهائي بتعادل 2-2 ذهابا وإيابا 1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة. وفاز صن داونز على بيرو أتلتيكو الإنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي. أما عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز بنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز في 13 غدا في الحد بمدينة بريتوريا في ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من نوفمبر القادم. أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي بجانب قنوات أبو ظبي الرياضية. أما عن طريق الأهلي في الدوري الأفريقي، وفي حالة تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل أفريقيا سيصل للمباراة النهائية وينتظر الفائز من مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي. مشوار الأهلي مع صن داونز في الدوري السوبر الإفريقي، تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 بمجموع المباراتين بفاصل قاعدة الهدف الخارجي الأرض بهدفين بعد تعادل ذهابا 2-2 في دار السلام والتعادل 1-1 في القاهرة. وتخطى صن داونز عقبة بيترو أتلتيكو الإنجولي بهدفين دون مقابل في مجموعة المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في إنجولا وتعادل سلبيا. أما عن مواجهات الأهلي مع صن داونز، وتكررت كثيرا مباريات الأهلي مع صن داونز، حيث إنه وقع الثنائي في مجموعة واحدة، وكان سمة أخرى في 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا. والتقى النادي الأهلي مع صن داونز في 7 مواجهات جميعهما كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبعة وقيمة 14 مباراة بين الفريقين، وفاز بطل مصر في 5 لقاءات وتعادل في مثلهما، وفاز بطل جنوب أفريقيا في 4 مباريات. ياريت لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد.